السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك ووضع لايك للقناة لنشر المزيد من الأخبار. المنتخب العراقي. اتحاد الكرة يؤكد اللاعب بيتر كوركيس متاح لتمثيل منتخباتنا الوطنية. جهودا كبيرة بذلت من الجهات ذات العلاقة التابعة لوزارة الداخلية ولجنة اللاعبين المحترفين في اتحاد الكرة. تم إكمال كل الأمور، وحصل اللاعب بيتر كوركيس على الجنسية العراقية وجواز السفر. اللاعب أصبح متاحا لتمثيل منتخباتنا الوطنية في الاستحقاقات الخارجية المقبلة. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يمازح صحيفة الموندو الإسبانية: مباريات ريال مدريد وبرشلونة تسبب مشاكل في العراق. منتخب العراق ينهي عام 2024 بالمركز 56 عالمياً والسادس آسيوياً وعربياً حسب تصنيف الفيفا الأخير. نطالب المدعو طالب تشالوب بتقديم اعتذار رسمي عاجل لكافة العراقيين المغتربين، وذلك على إثر تصريحاته المتهورة والمسيئة التي وصفت العراقيين المغتربين بأنهم لاجئون خونة وعملاء للبعث وليسوا عراقيين أصليين. إن هذه التصريحات تمثل إهانة صارخة لكرامة الآلاف العراقيين الذين اضطروا لمغادرة وطنهم بسبب الظروف القاسية. كما نطالب بوقف فوري للحملة المغرضة التي تستهدف لاعبين العراقيين المغتربين. من شدة متعته ونقاء أدائه، يتمنى الجميع رؤية اللاعب هيران أحمد في مراكز متعددة كظهير ووسط وجناح ومهاجم. إنه لاعب يجعلك تستمتع عندما تكون الكرة في قدميه. لو كان هيران أحمد أساسيا في مباريات القوة الجوية لكان أداؤه أفضل مما هو عليه الآن، فهو لاعب مبدع وراقي قادر على التسجيل من مسافات بعيدة ومن أنصاف الفرص، كما يمتلك القدرة على صناعة الأهداف. لقد أثار انتقاله إلى القوة الجوية تساؤلات لدى البعض بسبب عدم منحه الفرصة الكافية ونزوله في الدقائق الأخيرة من المباريات، ورغم ذلك فإنه يستمر في إمتاع الجميع بمهاراته وتمريراته المميزة. ولا أستطيع أن أفهم لماذا لا يستدعى للمنتخب الوطني رغم كل هذه الإمكانيات. الإعلامي علي نوري في تصريح: جهود كبيرة بذلت من أجل إتمام حصول اللاعب بيتر كوركيس على الجواز العراقي. التوجيهات كانت قد صدرت من رئيس الوزراء محمد السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري بضرورة إنجاز كل التفاصيل، كما لا بد من إعطاء كل ذي حق حقه في هذه المسألة، وهو مدير عام الأحوال المدنية والإقامة والجوازات اللواء نشاط الخفاجي، الذي أوعز بضرورة منح الجواز العراقي لهذا اللاعب بالسرعة الممكنة. اللواء نشآت متابع رياضي نهم وشخصية رائعة، لم يقصر يوما في تقديم المساعدة لأي شخص يقدم عملا في خدمة البلد. شخصيا تعاملت مع اللواء نشآت في كل تغطياتنا السابقة، وكيف كان حريصا على تسهيل دخول ضيوفنا العرب إلى بغداد ومنحهم أصوليا تأشيرات الدخول واستقبالهم في المطار أجمل استقبال. شكرا لكل الجهود التي تسعى لضم لاعبين المحترفين لصفوق منتخبنا الوطني، وهذا حرص كبير منهم وعمل لا بد أن يلاقى بالثناء والتقدير. الدولي السابق قصي منير في تصريح له: أهم شيء عند اللاعبين الآن هو شراء سيارة وبيت. أنا من كنت لاعب أول عقد إلي كان 100,000، نص دبلة طابوك ما بيها. حبيب جعفر، نصيحتي لكاسس بعد لا تحضر تشوف الدوري ولا تجي للملعب، انت من يمك نزل المغتربين وبس، لأن اللاعبين المحليين ما يلعبون كرة قدم أساسا، المحترفين أفضل من المحلي في الوقت الحالي، وكذلك هذا سبب ضعف الدوري العراقي حاليا. آرائكم؟ رسميا منتخبنا الوطني في المركز 56 دوليا في تصنيف الفيفا لشهر تشرين الثاني، بعد تدني المستوى الفني في الدوري العراقي الذي يؤثر سلبا على سمعة كرة القدم في العراق ويشكل ضررا على منتخباتنا الوطنية. يظهر الحل المقترح الذي يمكن أن يعود بالنفع على الدوري والأندية ومنتخباتنا الوطنية. الحل يتمثل في بيع أسهم الأندية للمستثمرين، والذي يمكن أن يحقق الفوائد التالية: 1. تطوير الأندية والتخلص من الفساد الإداري، سيساعد الاستثمار في تحسين جودة الإدارة والابتعاد عن الممارسات الفاسدة. 2. استقطاب مدربين ولاعبين محترفين، سيساهم جذب محترفين من دوريات أوروبية في تطوير مستوى الأندية والدوري بشكل عام. 3. إعادة إعمار الملاعب والصيانة المستمرة، بدلا من الإهمال الذي تعاني منه الملاعب
يمكن استثمار الأموال في صيانتها وتطويرها. 4. تحقيق استفادة مالية للاتحاد. سيساهم هذا النظام في تقليل الأعباء المالية على الأندية، ويتيح للاتحاد الاستفادة من عوائد الاستثمارات. تتبع هذه السياسة العديد من الدوريات الأوروبية الكبرى، مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الفرنسي، الدوري الألماني، الدوري الإيطالي، والدوري الإسباني، مما يساهم في تعزيز مستوى كرة القدم فيها.